شوف كي تيجي معلق وبنين. تنتمنى تجربوه وردوا عليا اخبار في الكومونتيرات. السلام عليكم ومرحبا بكم يا اغلى متتبعين. اليوم ان شاء الله غنوجد معكم كوكيز باسهل طريقه. بغيتي توجدي كوكيز وما تتعرفيلوش وخايفه ما يصدقش معاك، اليوم ان شاء الله غنوجد معاك كوكيز باسهل طريقه ممكن نبداو ان شاء الله على بركه الله. اول حاجه عندي الزبده، كاس ديال الزبده اللي انايا ذوبته كيف ما تتشوفوا. عندي كاس ديال سنيده، وعندي فاني، عندي كاس ديال الزيت. هنا بالنسبه للزبده استعملت زبده نتاع مانغارين، استعملت كاس ذوبته. وهنايا غادي نضيف قبصه من الملح. صافي غنخلط هاد السكر مزيان مع الزبده. غنزيد هنايا عندي 2 بيضات، نخلط الكل جيدا. غنزيد 2 معالق من العسل. بالنسبه للناس اللي عندهم السكر البني يمكن لهم يديروه، من الاحسن يكون السكر البني. الا ما كان السكر البني يضيف العسل باش يعطينا هذاك اللون. صافي وغنخلط. انا ضفت هنايا السكر العادي لان بزاف ديال الناس ما عندهم السكر البني. ضفت السكر العادي وزدت عليه 2 معالق ديال السكر ديال العسل عفوا. وصافي كيف ما تشوفوا راني تنخلط مزيان الخليط نتاعي على هذا الشكل. هذا الكوكيز راه تيجي ساهل بزاف. غنضيف باقي المكونات. هنا غنزيد 3 المعالق من الكاكاو الحلو، الكاكاو اللي تستعملوا للاطفال ديالكم اللي تيشربوا به الحليب. هنا غادي نستعمل منه 3 المعالق. ما غنستعملوش الكاكاو المر، غنستعملوا هذا الكاكاو هذا هو اللي تيعطيه لون زوين. وغنخلط وعاد نبدا نضيف الطحين تدريجيا. صافي هنايا غادي نبدا نضيف الطحين تدريجيا بشويه بشويه. هنايا العبار ديال الطحين تيبقى على حسب الخليط ديالكم. صافي هنايا ضفت 1 الكاس ديال الطحين. بالنسبه للطحين ترجموه على حسب الخليط ديالكم، على حسب البيض اللي عندكم. الا كان الحجم ديالو كبير. هنا ضفت الكاس الاول. غنزول هاد الخلاط وغنكمل بيدي. صافي وغنزيد الطحين كيف ما قلت لكم تدريجيا. ولا عندكم شي اسئله خليو لي في التعاليق، وما تنساونيش من شي لايك الا عجبكم الفيديو. وتنشكركم على حسن المتابعه. الناس جدادين القدامين تنقول لكم مرحبا بكم معايا. نخلي الاذان يكمل ونكمل معكم. صافي هنايا تنزيدوا 1 الخنيشه نتاع خماره الحلويات بحجم 8 غرام. تنكمل العجن ديالي ديال الخليط. وباش زوين هذا الكوكيز هذا راه ما تتخدموش بزاف، ما تتعركوه ما والو. صافي تبقاو تجمعوا غير في داك المكونات شويه بشويه حتى تيتجمع لكم هذا الخليط هذا وتعطيكم واحد العجين اللي هو لين وزوين. هنا غنكمل نزيد دقيق. كيف ما تشوفوا انا هنايا حاطه الطحين حدايا وتنزيد شويه بشويه
ما تنضيفش الطحين كامل حتى تنوصل للخليط اللي انايا محتاجه به. كيف ما قلت لكم تتكون عجين لينه ما تتكونش قاصحه. كوكيز تيبغي العجينه تكون مرخوفه ما تكونش قاصحه. كيف ما تشوفوا انا راه تندخل هكاك الدقيق صافي. هذه هي العجينه اللي انايا بغيت. كيف ما تشوفوا تتكون مرخوفه بزاف. غنزيد لها هنايا الشكلاط. يمكن لكم ديروا بيبي شوكولا. انا هنا غادي ندير هاد الشكلاط هذا. تاخذوا شكلاط وتقطعوه عادي عشوائيا على هذا الشكل صافي. وتبداو تدخلوه في العجينه. هاد الشكلاط راه تيجي زوين هكا بالخصوص ملي تدخل الفران تيذوب. تتجي هاد الحلوه هذه معلكه وبنينه. تنتمنى تجربوها بهذه الطريقه هذه. وما تنساونيش من لي لايك والضغط على الزر باش يوصلكم كل ما هو جديد. صافي انا راه شفتوا ما حبش معكم الفيديو. خليت جميع المراحل معكم باش ان شاء الله تنتوما ينجح معكم. صافي غندوزو نكورو العجينه وهانتوما معايا. صافي تنبداو نكورو يعني نحطو كور هكا عشوائيا. هنا تيبقى الحجم على حساب اللي بغيتو. تنديرها كيف ما تشوفوا راني حاطاه عشوائيا. هذا الشيء باش قلت لكم الكوكيز تيجي ساهل ولذيذ وتيحماقوا عليه الوليدات. كيف ما تشوفوا هنا انا سنحطو بشكل عشوائي. صافي غنكمل الكميه اللي عندي على هذه الطريقه هذه. صافي على هذا الشكل هذا غادي نكمل الكميه ديالي ونرجع معكم. صافي كما تشوفوا من بعد ما كملت الكميه اللي عندي كامله كيف ما تشوفوا راني صايبته بشكل عشوائي على هذا الشكل هذا. وفي هذه اللحظه انا راني دايره الفران تيسخن. غنخلي الفران يسخن مزيان وغادي نخليه ما غنخليش هاد الحلوه هذه بزاف. غنخليها شي شويه باش تحمر ليا من التحت وعاد نولي نشعل عليها الفران من الفوق باش تاخذ ليا شويه ديال اللون فقط. ما غنخليهاش بزاف ديال الوقت. غادي نخليها ما بين 8 ديال الدقائق حتى 7 ديال الدقائق وهانتوما معايا. كما تشوفوا كان هذا هو كوكيز اللي وجدنا مع بعضياتنا. تيجي ساهل وكيف ما قلت لكم اقتصادي باسهل طريقه. نوضي اختي وجدي هاد الكوكيز اللي تيجي غزال. شو تيجي معلك وبنين. تنتمنى تجربوه وردوا عليا اخبار في الكومونتيرات. نقول لكم مع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.